رقم 7. الرجل المدفعي البشري. في عام 1840 قرر مؤدي في السيرك أن يقوم بحيلة جريئة كأحد أوائل الرجال المدفعيين البشريين. كانت الخطة بسيطة، سيتم تحميله في مدفع يطلق في الهواء ويهبط بأمان في شبكة، لكن شيئاً ما سار بشكل خاطئ. تم وضع المدفع بشكل غير صحيح، وبدلاً من إطلاقه نحو الشبكة ارتطم بالحائط. رقم 6. اللحية. في عام 1567 في مكان ما في الإمبراطورية الرومانية المقدسة دخل فارسان في جدال محتدم حول من يملك أطول وأروع لحية، وبدلاً من قياس لحاهم ببساطة لحسم الأمر قرروا أن أفضل طريقة لحل المسألة كانت بطبيعة الحال مبارزة بالسيوف. أثناء القتال داس أحد الفرسان على لحيته بالخطأ، فقد توازنه وسقط مباشرة على سيف الفارس الآخر. رقم 5. صبار الساغوارو. في عام 1982 كان ديفيد جروندمان البالغ من العمر 27 عاماً في صحراء أريزونا مع بندقيته وصديقه. كانوا يعبثون معتقدين أن إطلاق النار على صبار الساغوارو العملاق هو مجرد تسلية غير مؤذية. قرر ديفيد استهداف صبارة كبيرة تقدر بأنها عمرها أكثر من 100 عام. بعد بضع طلقات نجح في إسقاط أحد أذرعها الضخمة، لكن الذراع التي كانت تزن عدة مئات من الأرطال بسبب محتواها المائي سقطت عليه وسحقته فوراً. رقم 4. السلحفاة الطائرة. أسخيليوس والد التراجيديا قضى سنواته الأخيرة في صقلية تطارده نبوءة تقول إنه سيموت من شيء يسقط من السماء، ولتفادي هذا المصير اعتاد البقاء في الهواء الطلق بعيداً عن الأسطح أو الأشجار. في أحد الأيام بينما كان يمشي تحت السماء المفتوحة طار نسر فوقه حاملاً سلحفاة. النسور معروفة بأنها تسقط السلاحف على الصخور لكسر أصدافها والوصول إلى اللحم. ظن النسر أن رأس أسخيليوس الأصلع واللامع هو صخرة، فأسقط السلحفاة وارتطمت برأسه وأردته قتيلاً. رقم 3. قشرة البرتقال. في عام 1927 بوبي ليتش المغامر الشهير الذي نجا من واحدة من أخطر الحيل في التاريخ لقي نهاية ساخرة. في عام 1911 أصبح ثاني شخص ينجو من السقوط في شلالات نياجارا داخل برميل حديدي. نجا بكسر في الفك وكسور في الأضلاع وكسب شهرة عالمية، لكن بعد سنوات أثناء سيره في نيوزيلندا انزلق بوبي على قشرة برتقال، أصاب ساقه إصابة بالغة ما أدى إلى التهابها. رغم أن الأطباء بتروا ساقه إلا أنه لم ينجو. رقم 2. إطلاق النار في المحكمة. في عام 1871 كان كليمنت فالنديغام محام وسياسي سابق يدافع عن رجل متهم بالقتل. القصة كانت عن شجار في حانة انتهى بإطلاق النار على شخص. كانت حجة كليمنت بسيطة: الرجل أطلق النار على نفسه بالخطأ أثناء سحب مسدسه. لإثبات نظريته قرر تمثيل ما حدث. التقط مسدساً ليظهر كيف يمكن أن يقع الحادث، لكن للأسف لم يتأكد ما إذا كان المسدس محملاً، وأثناء تمثيل المشهد أطلق النار على نفسه في البطن. رقم 1. ساعة المنبه. في ثمانينات القرن ال19 لم تكن ساعات المنبه رخيصة أو موثوقة، لذا كان على الناس أن يبتكروا. أحد مشعلي المصابيح في فلاتبوش نيويورك اخترع نظام إيقاظ باستخدام ساعة وسلك وحجر يزن 10 أرطال. كل صباح تفعل الساعة السلك فيسقط الحجر على سريره لإيقاظه. لم تكن فكرة فاخرة، لكنها كانت فعالة. في إحدى الليالي استضاف المشعل حفلة فحرك سريره لإفساح المجال للضيوف. شرب كثيراً ثم أعاد السرير إلى مكانه، لكنه لم يضعه في الموضع الصحيح. في الصباح التالي أطلقت الساعة السلك وسقط الحجر، ولكن مباشرة على رأسه.